السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال دوائي. النهاردة وزي ما عودناكم هنجاوب عن سؤال جديد بشكل مختصر وبسيط، وهو: هل سيدوفاج بيثبت الحبل؟ في الحقيقة هذا سؤال منتشر حوالين دواء سيدوفاج، والكثيرات بيسألن يعني هل هذا الدواء يثبت الحمل؟ وقبل ما نجاوب يعني محتاجين ان احنا نعرف ايه هو السيدوفاج وبيعمل ايه وبيستخدم ليه. السيدوفاج ده مادته العلمية مادة الميتوفورمين، وفي زي السيدوفاج الكلوكوفاج والكلوكوفاج اكس ار، والادويه دي في الحقيقه كلها بتستخدم لفرط سكر الدم في الجسم، بتستخدم لعلاج السكر وخاصه مرضى السكري من النوع الثاني. هل هذا الدواء له اثار جانبيه؟ نعم، زيه زي باقي الأدوية أو كل الأدوية. مفيش دواء ملوش آثار جانبية. ممكن بتتمثل الآثار الجانبية للسيدوفاج، الآثار الجانبية الشائعة بتتمثل في الصداع وألم العضلات، وبعض الحالات بيحصل لها غثيان، ممكن يبقى فيه تقيؤ، ممكن يبقى فيه إسهال، ممكن يبقى فيه غازات، ممكن يبقى فيه آلام في المعدة، وكل هذه الأعراض ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. طيب ازاي يعني نفهم هل سيدوفاج ده بيثبت الحمل ولا لا؟ في الحقيقة ان الإجابة على هذا السؤال لا. ليه لا؟ لأن مفيش عندنا دراسات علمية كافية بتقول إنه أصلا استخدام السيدوفاج محبب أو يفضل لدى النساء الحوامل. لذلك لا ينبغي خالص يعني استخدامه أثناء الحمل، ما لم طبعا تكن هناك حالة واضحة، مثلا سيدة حامل مصابة بداء السكري من النوع الثاني وان لازم تاخد السيدوفاج، والطبيب بتاعها بيرى ان هناك ضرورة قصوى من استخدامه. لكن فكرة انه بيثبت الحمل في الحقيقة هو يعني لا يثبت الحمل وليس له علاقة بهذه المسألة، ومفيش دراسات بتؤكد هذا الكلام. ده كان الإجابة على سؤالنا النهاردة: هل سيدوفاج يثبت الحمل؟ نتمنى نكون أفدناكم. ما تنسوش تدعمونا دايما باللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم على خير في سؤال جديد من حلقات سؤال دوائي.